بعد الاموال فلوس الاعتياد احنا مو على الحيوان، على الفلوس اللي صارتها زي تبغى شنو الحراسه شنو مقبل له؟ التربيه. احب الكلاب سيدنا، انا احب يعني لان لا زين حاجه ما متزوج؟ والله ما احس ما في واحده تستاهلني سيد بصراحه، يعني احس ما في واحده تستاهلني، فقررت اني ما اتزوج. ليش؟ ما ادري، انا انظر لنفسي ان ماكو واحده تستاهلني. مهندس ما يا بلك لا ليش؟ ما انا ارى ليش انت مالك جاي للعراق؟ والله ان شاء الله اجيك عما قريب ان شاء الله، بس بصراحه انا ما يعني للحين لم اجد الانسان اللي يستاهلني. يعني في واحده يعني كانت شو اسمه من المواليات الزينبيات، بس سيد هذه شنو جيكره يا سيدنا، لا تشوفه سيد انت شايف الركبه اللي مقطعه؟ انت شفت ركبه واحد حاك على الارض؟ اي وجهها كذي، واسمها الجعفريه. هذه سبحان الله، يعني اقول فيها ايه والله عز وجل ما خلى عيب الا وحطها فيه. والمشكله ان لسانها طويل وتعيب، يعني ما حد سلم منها سيد، عرفت؟ فيعني هذه يعني انا خلاص لا ما تفيد. معاك تفضل. ما خل السالفه نقيت من ساعه الفلوس، فقلت لك انت اي شيء زايد خارج عن المؤنه، يعني نرجع يعني اشتريت ما استخدمت هذا عليه خمس. انت تسوي تجرد ببيتك تحط لك ورقه وتكتب حلو اي شيء زايد عن المؤنه ما مستخدمه تكتبه الدرجه. كتبه هذه كتبه تجمعهم، فبعد ايش قد مبلغ السقف نفسه هاي السقف من هذا الشيء، يعني تاخذ منه مثلا ايش قد هو الف تاخذ 200 والباقي هو ساقط هذا، بس ال 200 تخمسه. 500 منه خمسنا 200 على 5 سنين. نعم يعني مثلا هسه نقول 10,000 يعني 10,000 200,000 كل 10,000 على 200,000 هاي 200,000 هو تاخذ تخمسه 200 تخمسه. زين سيد الحين خلاص اذا كذي يعني ان شاء الله اقدر ادبر الاموال. شلون اوصل لك اياهم سيد ان شاء الله؟ يعني بحدود 3 اسابيع ان شاء الله اوصل لك الفلوس ان شاء الله. شلون لا ولا اتصل بي؟ البورصات هاي موجوده عندنا بورصات العراق. اخاف ما يوصلوا وتتصل بيه وحدك، واخاف ابعثهم احواله ما يوصلوا لك الفلوس. شلون؟ اخاف ابعثهم احواله ما يوصلوا لك الفلوس. لا توصل انت. زين هذا رقمه مو عندك لو لا؟ رقمك عندي، يعني قاعد اقول لك ما اعرف اذا هيك، اذا اول ما يصير معاي الفلوس مالت الخمس اتصل بك. ايه صح افضل. زين سيد انا اريد اسالك سؤال اخر اذا تسمح لي، يعني انا ادري ازعجتك ويعني خربت عليك. نعم. ايه هاي انا عندي جهاز كمبيوتر. زين لا ادارك جزاك كلك بركه. انا يعني عندي جهاز كمبيوتر وكل يعني اسبوعين يخرب هالجهاز وانزل برامج جديده، انزل برنامج جديد. هاي اخمس بعد البرامج لو ما اخمسها؟ هل اخمس البرامج؟ لا بعد البرامج ما تخلص البرامج. اقول لك ابو جواد احنا قلنا الشرع هذا الشرع سهل، الشرع كله سهل هو. هاي يقول لك الشغلات المختصات ما تخمسها، الجاه تستخدمه ما تخمسه، المال الشباب يتخمس، الاكل تاكله ما تخمسه، بس الشيء بس الشيء اللي يزيد هو هذا يتخمس.
زي سيد يعني تكرب الكلب هاي يعني عندي اللي شريته ب 700 يعني هاي انا احبه، هاي احبه جدا احبه، اخمس عليه لو ما اخذ. نعم اسمعك تفضل. بس قلت لك الفلوس المبلغ الزايد هاي قلت لك 700 700 ايش قد الخمس 700 قد خمسها 700 ايش قد خمسها 700 ايش قد خمسها شلون اي 700 قد الخمس مالتها قد تصير خمس 1200 خمس 700 اقل بشويه يعني 150 تقريبا. نعم ايه تقريبا 150. ايه احسن 140 ايه هي 150 140 لحد 145 هذا هو هاي هذا مبلغ مبلغ ضئيل قليل مبلغ بس انت ابو جوال كون يعني يكون جد كلامك ان شاء الله ان شاء الله. اني لازم اخمس ولازم يعني انا بصراحه تاثرت من افكار الوهابيه. انا من كثر ما كنت يعني لا تخليني اقول لك ابو جواد انت ما شايفني. نعم انت ما تأثر ما شايفني. احنا طلبة حوزة ندري دين ما شاء الله. لا احنا دراستنا هذا الوهابي شفته بعملك ما دارت مو فاهم. احنا جاي ندرس بالحوزة دراسات عندنا يوم السيد المكرم المحزن السيستاني دراستنا احنا وين بالصحن صحن امير المؤمنين هذا درسنا الحيدري. احنا كنا علاقة بالوهابي وما دول حاقدين حاقدين الوهابي ربع بني امية دول. ايه ربع بني امية. ايه والله سيد انا ما ادري ايش اقول. دول انت تتابع دائما قضية الخمس ان شاء الله تفعل على البورصة على الحوالة وعلى الرقم المتصلون به وانت تعال وتفعل لك حوالة عندكم هناك موجودة بالكويت على العراق وعلى الرقم مالتي. ان شاء الله ان شاء الله. على اي شركة تريد سيد؟ ويسترن يونيون؟ اي شركة سيد؟ ما كيفك انت؟ ما ادري شو شركات الاسهل عندكم شنو؟ والله ما سيد ما عندنا شركات يعني. ما عندك رقم حساب سيد؟ لا والله ما عندي. والله ما ادري شلون ادز لك اياهم. خلاص ادز لك اياهم حوالي ان شاء الله. المزيني عندكم المزيني بلحظة كيفك انت بعد؟ المزيني للحوالات عندكم؟ بس هاي الويسترن هذا لا والله ما قلت لك. هاي مو بامريكي حرام هذا البنك. لا هذا ما اعرف عنه بس احنا اذا كلش خلي على الحوالات على الحوالي. على الحوالي افضل. بس هم الحوالات يخوفون هاي اصحاب الحوالات زي السيد. الحوالي سيد نرجع لموضوع الزواج. يعني انا والله سيد ودي اتزوج يعني اكمل نص ديني لكن يعني من بعد هاي الصدمة اللي قلت لك عنها باللي اسمها جعفرية ضعفت البنات كلهن خلاص. ويعني بعدين انت عارف بعد قضية مناف الناجي يعني اللي سواه مناف الناجي هاي والله مصيبة سيد. انت شفت اللي سواه مناف الناجي هاي والله فضحنا. والله عار على مسلم يدعي الاسلام يسوي هيك شغله. هاي مع انه وكيل للسيد السيستاني يسوي هيك. انت ما شفت اللي الوهابية مستانسين؟ ابو جواد هذا كله دجل وما لها صحة ترى. لا وما نعرف هذا الشخص وهاي كلها تلفيقاتها جاي يلفقون يكرهون السيد كله يكرهون السيد ويلفقون على السيد شغلات زين وجاي يسوون شغلات اكاذيب. وانا قلت لك انت لا تشوف كل شيء تبغى تصدقني ترى كله تلفيق هذا. هم اني بصراحه اني قلبي ابيض سيد. تجي تشوف
اني قلبي تجي تشوفه قاعد بقى السيد نفس السيد السيستاني بقى فارش وقاعد هو زي الوهابية هاليومين طايحين بالكلام بقى حاط الفراش وقاعد حتى الوهابية والله هاي في وهابي يقول لي اتحداك خلي السيستاني يتكلم. لا السيد يتكلم وش حيسمعونه يقول ويت لا ما لك حدا يقول لما تكلم لا وهي والله انا شوي واذبح يقول ما تستحي على وجهك شنو هذا هاي دمي يعني غلى من الكلام اللي كان يقوله بصراحة أنا جدا جدا يعني. أقول لك أبو جواد معاك اسمع تفضل أبو جواد اسمعك. أبو جواد الصراحة من خلال كلامك مبين كل إيمان على الإسلام. خلي علاقة بيناتنا لا تخلي الوهابي وتخلي اليهودي والنصراني يخلط بيناتنا. نعم. بعد دوام الصبح دوام الساعة 6 قبل 6 أطلع من دوام عندي فإن شاء الله باكر نلتقي. إن شاء الله إن شاء الله. اتصل بي فعلا ما عندي رصيد. إن شاء الله. ما عندي باكر بالساعة 11 إذا إن شاء الله. 11 بالساعة اتصل بي ب 12 وأنا خاطر أنا رمش عليك رقمك ما أعرف الرقم حتى رمش عليك. واتصل بي وأنا إن شاء الله نكمل حديثنا أنا إن شاء الله. المشوار إن شاء الله ناخذ منه. إن شاء الله. الله يخليك سيد مع السلامة. إن شاء الله على باس. إن شاء الله إن شاء الله مع السلامة. تصبح على خير. أهلا وسهلا في أمان الله. في أمان الله مع السلامة.